تخيل بلد الزمن فيها وقف، عربيات من الخمسينات لسه ماشيه في الشارع، مباني قديمه، انترنت ضعيف ومش موجود حتى غير في الاماكن العامه بس، وده بسبب الحصار الاقتصادي اللي امريكا عملته عليها من اكتر من 60 سنه، لان العالم كان على بعد خطوه واحده بس من حرب نوويه بسببها. لكن الغريب كمان ان البلد دي واحده من اجمل بلاد العالم، والبلد دي تبقى كوبا، البلد اللي مشهوره بقصب السكر ورقصه الصلصه والسيجار الكوبي في الحلقه دي هنشوف كوبا من جوه، الحياه والفقر والسياحه وكمان النظام الشيوعي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب يا حبيب قلبي، قرب نوصل 1000 مشترك، خليك من ضمن اول 1000 وانزل بالقلب. اولا بس نعرف فين كوبا. كوبا هي اكبر جزيره في البحر الكاريبي، وقصه كوبا بدات سنه 1959 لما مجموعه من الثوريين بقياده كاسترو وجيفارا قدروا يسقطوا النظام المدعوم من امريكا. الثوره دي غيرت كل حاجه، كوبا اتحولت لدوله شيوعيه وبدات تاميم كل الشركات والمصالح الامريكيه اللي في كوبا، وده خلى علاقه كوبا بامريكا تنهار تماما. ولما التوتر زاد كوبا قررت ان هي تقرب من الاتحاد السوفيتي، وفي سنه 1962 الاتحاد السوفيتي حط صواريخ نوويه على الاراضي الكوبيه عشان تضرب امريكا اللي هي اصلا على بعد 150 كيلومتر بس من كوبا. بعد كده روسيا رجعت في كلامها، فامريكا بقى فرضت حصار اقتصادي على كوبا من سنه 1962 وحتى الان، ومنعت العالم كله ان يبعت اسلحه لكوبا، ومش بس الاسلحه، اي حاجه تاني. ومن اكتر من 60 سنه مفيش اي دوله بعتت لكوبا اي حاجه. هتلاقي الانترنت ضعيف وفي الاماكن العامه بس، لكن مفيش اوبشن ان انت مثلا تلاقيه في البيوت او حتى في الفنادق، وغير كده غالي. وفي غير الفنادق الاير بي ان بي، وده ابلكيشن زي اوبر كده بس للبيوت او حتى اوضه في البيت، وبتحاسب زي الفندق بالظبط، زي نظام الاير بي ان بي في اسبانيا. وكنا عاملين حلقه عن اسبانيا بتتكلم عن الموضوع ده ومشكله الاسكان، هسيبها لكم في الاي اللي فوق هتعجبكم. لما تتمشى في شوارع كوبا هتحس انك رجعت بالزمن للخمسينات. ومن اكتر بقى الحاجات المنتشره والملفته جدا هناك هي العربيات الامريكيه القديمه، ودي بالمناسبه من الاربعينات والخمسينات، عربيات كلاسيك كده بالوان زاهيه، بقت جزء من هويه البلد نفسها. يعني العربيات دي بقت تعتبر معلم سياحي للبلد. وطبعا السبب في ده هو الحصار الاقتصادي، لانه بقى من الصعب جدا استيراد العربيات وقطع الغيار، فالشعب الكوبي اضطر يصلح العربيات القديمه ويهتم بيها، لدرجه انك ممكن تلاقي عربيه امريكيه والموتور بتاعها روسي، او انك تلاقي عربيات متجمعه مثلا زي الايفون التجميع كده. البلد مش هتلاقي فيها اعلانات في الشوارع حتى، فانت هناك هتبقى مرتاح اكتر حتى وانت بتتفرج، وتعرف تشوفها على حقيقتها، مش بقى فيلم تامر حسني وفيلم مش عارف مين. لو قعدت مع راجل كوبي كده في بيته وعمل لك فطار ما تستغربش ان الفطار هيبقى بسيط جدا، لان الموارد عندهم محدوده، اي حاجه محتاجينها مش بيعرفوا يستوردوها بسبب الحصار. في عملتين في كوبا، عمله للسكان المحليين اسمها بيسو، وعمله للسياح اسمها كوكس. وانت ماشي في شوارع كوبا مستحيل ما تلاحظش صور كاسترو وجيفارا في كل حته في الشوارع تقريبا، على المباني، على التيشيرتات، على الهدايا السياحيه. وبالنسبه للكوبيين الشخصيتين دول مش مجرد قاده، دول رمز للثوره والتمرد والاستقلال على النفوذ الامريكي. رغم الظروف الصعبه اللي الكوبيين عايشين فيها الا انهم من اكتر الشعوب اللي عندهم روح خفيفه وحب للحياه. هتلاقيهم دايما بيضحكوا وبيرقصوا، والموسيقى شغاله في الشوارع بشكل طبيعي جدا. الرقص هناك زي رقصه الصلصه مش مجرد فن، ده جزء من الحياه اليوميه. اكيد بيرقصوا في الخلاط. صورة يا جماعة. الشعب الكوبي اجتماعي جدا، ممكن تلاقي كده ناس كبار كده قاعدين على قهوة، قاعدين بيلعبوا دومنة، بيلعبوا طاولة، شطرنج، ناس فاضية، يعني مش فاضية، يعني ناس رايقة. طبعا هم اجتماعيين عشان مفيش بقى انترنت بقى وفيسبوك ويوتيوب ووجع الدماغ ده. طبعا في بس يعني في اماكن معينة والنت بطيء فيعتبر ما عندهمش. متوسط المرتبات هناك $12 في الشهر، وطبعا ده رقم عبيط جدا. يعني احنا لو حولناها بالمصري هتبقى 600 جنيه مثلا في الشهر. تعمل ايه 600 جنيه في الشهر دلوقتي؟ طيب بما ان كوبا ماشيه بالنظام الاشتراكي او الشيوعي، كل حاجه ملك الدوله والشعب كله موظفين، اذا اين طبقه الاغنياء في كوبا؟ الاغنياء في كوبا هم اللي شغالين بره كوبا وبيبعتوا فلوس لاهاليهم. شفتك يا لسه ما عملتش سبسكرايب. الكوبيين هم احسن ناس بيعملوا سيجاره في العالم كله، ما شافوش المصريين، بس مش بيشربوه عشان غالي عليهم، السياح بتروح تشربه وبتشتريه كتذكار من كوبا ويروح بيه على بلده. وطبعا الحاجات دي انا ما انصحش بيها، كل واحد على مسؤوليته الشخصيه. كوبا مشهوره كمان بالقهوه بتاعتها، وبتتباع في الشوارع والاسواق الشعبيه، وخصوصا كمان ان القهوه الكوبيه قويه جدا وطعمها تقيل، وبتعتبر من الحاجات اللي السياح بيشتروها كتذكار. وكمان هتلاقي شغل الكروشيه اليدوي، مفارش، شنط، اكسسوارات معموله بايديهم، وده بالنسبه لهم مصدر دخل مهم جدا بالنسبه لضعف المرتبات. في كوبا الناس بتحاول تعيش باي طريقه، واحد بيبيع قهوه، واحده بتبيع حاجات معموله بالكروشيه، واحد بيعزف موسيقى في الشارع، واحد متسول، واحد شحات.
واحد عايش على البقشيش اللي بياخده من السياح، وهكذا. بص انا هنصحك عشان ما تتسوحش لما تروح كوبا. اول لما توصل وتيجي تحول العمله بتاعتك للكوكس، حول على قد اللي هتصرفه، عشان انت لو حولت كميه كبيره من الفلوس واتبقت منك لازم تصرفها كلها في كوبا، عشان مش ينفع ترجعها تاني للدولار. رغم كل التحديات السياسيه والاقتصاديه اللي بتمر بيها كوبا، الا ان البلد في جانب تاني مختلف تماما بيبان لاي زائر، وطبعا هو الجانب السياحي. كوبا عاصمتها هافانا، هتلاقي بقى فيها العربيات الكلاسيك الملونه والمباني الاستعماريه اللي بتدي احساس ان انت في زمن تاني ما عشتوش اصلا. ووسط كل ده تفضل هافانا القديمه اهم منطقه سياحيه في كوبا، لانها ببساطه بتلخص تاريخ كوبا وثقافتها في مكان واحد. عندك داخل هافانا القديمه ميدان الكاتدرائيه، في الميدان ده هتلاقي ناس بترقص رقصه الصلصه وبتقرا الكف. وميدان سان فرانسيسكو في كوبا، لا مش في امريكا، ميدان سان فرانسيسكو اللي في كوبا، وده واحد من اقدم الميادين في هافانا القديمه. الميدان ده كان زمان مركز تجاري مهم، ودلوقتي بقى مكان سياحي هادي. ومدينه ماتانزس في كوبا مشهوره بانها بلد الرامبا، وده بسبب انها من اهم الاماكن اللي خرج منها نوع الموسيقى والرقص الكوبي الشعبي ده. وكمان المدينه فيها كهوف ميه طبيعيه وتقدر تعوم فيها زي كهف ساتورنو، تقدر بقى يا باشا تعوم جوه ميه صافيه وسط منظر غريب وجميل جدا. وكمان مدينه سانتا كلارا بلد جيفارا، لانها المكان اللي حصل فيه واحد من اهم انتصارات الثوره الكوبيه. ومدينه سينفيروس، ودي المدينه الوحيده اللي الستايل بتاعها فرنساوي وشكلها راقي جدا، وواضح في تخطيط شوارعها وهندستها المعماريه، لدرجه انها بتتلقب بلؤلؤه الجنوب، وده بيخليها مدينه هاديه وجميله كانك في مدينه في اوروبا. وفي النهايه كوبا مش مجرد جزيره في البحر الكاريبي، دي كانت من اغنى الدول في اوائل القرن العشرين، بس هي تجربه كامله فيها تاريخ طويل وثقافه متجذره وشخصيه مختلفه عن اي مكان تاني. رغم التحديات السياسيه والاقتصاديه اللي اثرت على حياه الناس، الا ان البلد قدرت تحافظ على روحها الخاصه، وده بيبان في شوارعها وموسيقتها وطريقه حياه شعبها. كوبا فيها صعوبات واضحه في الواقع، لكنها في المقابل فيها حياه وجمال بيخليها مختلفه وما تتنسيش. اكتب لي في الكومنتات تحب تزور كوبا ولا لا، واقترح عليا الحلقه الجايه تكون عن انهي بلد، وحط لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الحلقه الجايه من توني اند جغرافي. سلام.